لحد امتى هنفضل عايشين بالمسكنات؟ يا ماما ده بيضربني. وماله، ما كل الرجاله بتضرب. يا ماما ما بيصرفش عليا. وماله، اللي انت عايزاه قوليلي وانا وابوك نجيبه. يا ماما ده بيعرف ستات. وماله، ما كل الرجاله بتعرف ستات. يا ماما ده بيشرب. وماله يا اختي، ما الكل بيشرب. عيشي واسكتي. يا ماما انا تعبت وعايزه اتطلق. تتطلقي؟ اسمعي يا بنتي، احنا ما عندناش بنات بتتطلق. الست ليها عندنا خرجتين: خارجه من بيت جوزها على دفنتها، وخارجه من بيت ابوها على بيت جوزها. غير كده ما تفكريش. يا ماما اخواته بيأذوني، وحماتي وبناتها العقارب بيشتموني. يا ماما انا جايه غضبانه. امشي ارجعي على بيت جوزك. مفيش حاجه اسمها كرامه بين الراجل ومراته. عيشي زي ما الناس عايشه. انت ليكي 5 6 بنات خوات. هو في ايه؟ انت عايزه توقفي حال بناتي ويقولوا الكبيره بتاعتهم ما عاشتش وما عرفتش تعيش؟ امشي روحي على بيت جوزك. يا ماما كده هيدوس عليا وهيعمل اكتر من اللي هو بيعمله. اسمعي يا بنتي، كل الرجاله زفت. ما تفتكريش ان انت لو اتطلقتي هتاخدي اللي محدش خده. انت يا حبيبتي لو اتطلقتي يا هتاخدي واحد كبير يا واحد مسن. يا ست انا مش عايزه اتجوز خالص، بس على الاقل اعيش نفسيتي مرتاحه. مش كل شويه يهني هو واهله واخواته البنات. اخواته البنات مش هيقعدولك، بكره يتجوزوا ويغوروا. اصبري 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 يا حبيبتي شويه. اصبري كده على الاكل لحد ما يبرد، وهتاكليه على البارد، والخير ده في الاخر هيبقى ليكي. يا ماما انا مش عايزه خير، انا عايزه اعيش مستريحه. يا ماما ده بيشتمني وبيهني وبيقل مني قدام صحابه وقدام الناس. ما تبيش تروحي معاه حته، اقعدي وانكني في بيتك. يا ماما انا مش هخلف تاني. يا بنت خلفي، ما بتخلفيش ليه؟ انت عبيطه ولا ايه؟ العيال هي اللي بتكسر رقبه الراجل ويغلبك بالمال. اغلبيه بالعيال. يا نهار اسود، كل دي مسكنات بتعيش الواحدة في قهرها. وفي النهاية المسكنات ملهاش أي نتيجة، لأن المنحرف منحرف من البداية، والطبع بيغلب التطبع. لو انت شايفة ان انت تعبانة من أولها خديها من قصرها، لكن لو فضلت تسمعي كلامهم بتاع المسكنات العمر هيعدي وانت هتموتي بدري وهتعجزي بدري، لأنه مش هيتعدل. اللي في ده ما بيغيرهوش. لو انت فشلتي في الاختيار من البداية، أو كان ده قضاء ربنا سبحانه وتعالى وده رزقك ونصيبك، حاولي تغيريه. لو انت لسه في البداية قبل ما تتورطي. الدعوة اللي أنا بقولها هي دعوة لرفض القهر، هي دعوة لرفض الذل والذل، مش دعوة لخراب البيوت. البيوت قايمة على الحب والمودة، مش على الإهانة وعلى الذل وعلى القهر. كرامتك فوق الجميع، نفسيتك فوق الجميع. لما تمرضي وتخشي مصحة نفسية المجتمع مش هيعملك حاجة. أمك مش هتعيش ليكي، أهلك مش هيعيشوا ليكي. صدقيني لو استمريتي وانت مظلومة هتعيشي وتموتي مظلومة، وربنا هيحاسبك لأن انت قبلتي الظلم على نفسك. ربنا خلق الظلم وحرمه. مش عارفة أقولك إيه، بس هنعمل إيه؟ إحنا مجتمع المسكنات، إحنا حياة المسكنات. المسكنات دي بتتعب المعدة وبتتعب القلب وبتتعب العقل، وربنا يكون في عون الجميع.